بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة عايزة أتكلم معاكم عن 3 حاجات لو دخلوا حياتك بجد هتلاحظ إن نفسيتك بقت أهدى وقلبك بقى مرتاح أكتر وهمومك بقت أخف. الاستغفار والصلاة على النبي والحوقلة. كتير مننا أول ما يصحى يمسك الموبايل ويبدأ يومه بأخبار ومشاكل وضغط، وبعدها يقول ليه حاسس إن اليوم تقيل، مع إن ممكن تبدأ يومك بكام دقيقة ذكر يفرقوا معاك فرق كبير جدا. الاستغفار مش بس كلمة بتتقال، الاستغفار معناه إنك راجع لربنا بقلبك مهما غلطت أو قصرت. كلنا بنغلط وكلنا بنحتاجين نستغفر كل يوم. ساعات الواحد بيكون مخنوق ومش عارف ليه، اول ما يقعد يستغفر شوية يحس ان في راحة نزلت على قلبه حتى لو المشكلة لسه موجودة. والصلاة على النبي من اجمل العبادات اللي ممكن تخلي قلبك مليان طمأنينة. كل ما تكتر منها تحس ان في سكينة كده دخلت حياتك وانك بقيت اقرب للخير. ولسانك اتعود على حاجة جميلة بدل الكلام اللي ملهوش فايدة. اما الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، دي بتفكرك إنك لوحدك مش هتقدر على أي حاجة وإن القوة كلها من عند ربنا. لما تحس إن الحمل تقيل أو عندك مشكلة مش لاقي ليها حل أو نفسك تعبت من كتر التفكير، كرر الحوقلة من قلبك وهتحس إنك بتسلم أمرك لربنا. أنا عن نفسي بقيت أحب أخلي لساني شغال طول اليوم، وانا بطبخ استغفر، وانا برتب البيت اصلي على النبي، وانا بغسل المواعين اقول الحوقلة، وانا ماشيه في الشارع او مستنيه اي بدل ما الوقت يضيع بخليه ذكر. ومش لازم تستني لما تقع في مشكله علشان تبدا، خلي الذكر عاده يوميه زي الاكل والشرب، لان القلب كمان محتاج غذاء وغذاؤه الحقيقي هو ذكر ربنا. وفي ناس بتقول انا بذكر كتير ومفيش حاجه اتغيرت، لكن الحقيقة ان اكبر تغيير بيبدأ من جواك. خوفك اقل وثقتك في ربنا اكبر، وبعدها تلاقي التغييرات في حياتك بتيجي واحدة واحدة. ابدأ حتى لو ب5 دقايق في اليوم، وما تستقلش اي ذكر. مع الوقت هتلاقي لسانك اتعود وقلبك اتعلق والذكر بقى جزء من يومك من غير مجهود. عارفين ايه اكتر حاجة بتخلينا نسيب الذكر؟ اننا مستنيين نحس بحاجة كبيرة من اول يوم، لكن الحقيقة ان التغيير بيجي بالتدريج زي الزرعة، كل يوم بتسقيها شوية وفجأة تلاقيها كبرت. الذكر كده بالضبط، كل مرة تستغفر فيها او تصلي على النبي او تقول الحوقلة انت بتزرع خير في حياتك. في ايام بتحس فيها ان الدنيا مقفلة وكل حاجة ماشية بالعكس، ومهما تحاول مش عارف تخرج من اللي انت فيه. ساعتها بدل ما تفضل طول الوقت تشكي، جرب تشغل لسانك بالذكر، هتتفاجأ انك بقيت اهدى وبدأت تبص للمشكلة بطريقة مختلفة. وساعات بنكون شايلين هم بكرة وهم الفلوس وهم الأولاد وهم البيت وهم الشغل، والهموم دي بتسرق مننا راحتنا. لكن لما يبقى لسانك متعود على الاستغفار والصلاة على النبي والحوقلة، قلبك بيبقى أقوى في مواجهة أي ضغط. مش شرط يكون عندك وقت فاضي علشان تذكر ربنا، وانت بتطبخ وانت بتنشر الغسيل وانت راكبة مواصلة وانت مستنية ابنك يخلص درسه، أو حتى قبل ما تنامي. كل دي لحظات ممكن تتحول لحسنات من غير اي مجهود. وما تقارنيش نفسك بحد، يمكن حد بدأ من سنين وانت لسه بتبدأي النهاردة. المهم انك تكملي وما تقفيش. لو نسيت يوم ارجع تاني، لو انشغلت ارجع تاني. اهم حاجة ما تخليش الشيطان يقنعك انك طالما وقفت يبقى خلاص. اعمل لنفسك ورد بسيط تقدر تلتزم بيه، ما تضغطش على نفسك بأرقام كبيرة من اول يوم، لكن خليك ثابت، لان القليل اللي بتداوم عليه احسن من الكثير اللي تعمله يوم وتسيبه 10. وافتكر دايما ان الذكر مش مجرد كلمات بتتقال، ده اسلوب حياة. كل ما قلبك يتعلق بربنا اكتر هتحس ان الدنيا مهما كانت صعبة جواك في سلام وراحة مش سهل اي حاجة تاخدها منك. ولو لقيت نفسك في يوم تعبان او مخنوق او حاسس انك مش قادر تكمل، ما تسيبش الذكر، بالعكس خليه اول حاجة تلجأ ليها، لان القلوب بتحتاج دايما حاجة تطمنها. ومفيش اجمل من ان لسانك يفضل عامر بذكر ربنا. في ناس فاكرة ان الاستغفار والصلاة على النبي والحوقلة بيكونوا بس وقت الشدة، لكن الحقيقة انهم لازم يكونوا معانا في كل وقت، وقت الفرح ووقت الحزن ووقت الضيق ووقت الراحة. لان الذكر لما يبقى عادة بيسندك قبل ما تقع مش بعد ما تقع. عارف اجمل احساس
انك تلاقي لسانك بيقول الذكر من غير ما تحس، وانت بتعمل شغلك، وانت سايق، وانت بتنظفي البيت، وانت بتحضري الاكل، تلاقي نفسك تلقائيا بتستغفري او تصلي على النبي او تقولي الحوقلة. ساعتها تعرف ان قلبك اتعود على الخير. احنا ساعات بنضيع وقت كبير جدا في التفكير ونقعد نعيد نفس المشكلة 100 مرة وفي الاخر نتعب اكتر. طب ما نجرب نستبدل شوية من التفكير ده بالذكر، على الاقل هنكسب راحة لقلبنا ولساننا هيبقى مشغول بحاجة تنفعنا. وبرضه ما تخليش حد يحبطك ويقولك هو الذكر هيحل كل حاجة. الذكر مش معناها انك تسيب الاخذ بالاسباب، لكن معناها انك وانت بتسعي قلبك متعلق بربنا وواثق ان كل حاجة ليها وقت، وان الفرج بيجي في ميعاده. وفي نقطة مهمة جدا، ما تستعجلش النتيجة. ساعات ربنا بيغيرك انت الاول قبل ما يغير ظروفك، يخليك اهدى واصبر واقوى، وبعدها تلاقي المشاكل نفسها بقت اهون عليك. ولو عندك اولاد عودهم من هم وصغيرين يسمعوا الذكر في البيت، خليهم يشوفوك وانت بتستغفر وانت بتصلي على النبي وانت بتقول الحوقلة. الاطفال بيتعلموا بالفعل اكتر من الكلام، ولما يشوفوك مواظب هيطلع الذكر جزء طبيعي من حياتهم. وخلي عندك يقين ان كل مرة لسانك بينطق بذكر ربنا انت بتقرب خطوة اكتر للخير، حتى لو انت مش شايف الاثر دلوقتي. اكيد في خير بيتكتب ليك، وفي راحة بتدخل قلبك، وفي بركة ممكن تلاحظها بعد فترة. فابدأ من النهاردة وما تعقدهاش على نفسك، دقيقة الصبح ودقيقة بالليل، وخلي لسانك ينشغل بالاستغفار والصلاة على النبي والحوقلة كل ما تفتكر. ومع الايام هتحس ان الذكر بقى صاحبك في كل خطوة، وان حياتك بقت اهدى وقلبك بقى مطمن اكتر. من اكبر الاخطاء اللي بنقع فيها اننا نفتكر ان الذكر محتاج مزاج، نقول لما ابقى رايق هستغفر، او لما اخلص اللي ورايا هصلي على النبي. لكن الحقيقة اننا عمرنا ما هنخلص، وكل يوم هيبقى فيه شغل ومسؤوليات وضغط. علشان كده خلي الذكر يدخل وسط يومك، مش على هامش يومك. يعني وانت بتكنسي، وانت بترتبي الدولاب، وانت مستنية الاكل يستوي، وانت ماشية تقضي مشوار، كل ده اوقات ممكن تتحول لعبادة من غير ما تعطل اي حاجة. وساعات الشيطان يجي يقولك انت بتستغفر وترجع تغلط، يبقى ايه الفايدة؟ ودي من اكبر الحيل، لان لو كل واحد استنى يبقى كامل محدش هيذكر ربنا. احنا بنستغفر لاننا بشر وبنغلط، وكل يوم بنبدأ من جديد. وفي ناس بتعد الذكر بالارقام، ولما ما تكملش العدد تزعل وتحبط. الاهم من الرقم هو حضور القلب والاستمرار. حتى لو ذكرت قليل بس كل يوم، ده احسن من انك تعمل كتير مرة واحدة وبعدين تقطع. جرب كمان تخلي ليك اماكن معينة تفتكر فيها الذكر. اول ما تفتح باب البيت استغفر، اول ما تشغل البوتاجاز صلي على النبي، اول ما تركبي مواصلة او عربية قول الحوقلة. مع الوقت هتلاقي كل حاجة حواليك بقت بتفكرك بربنا. ولو حسيت انك اتكسلت يوم او يومين، متقولش خلاص انا فشلت، ارجع في نفس اللحظة حتى لو بذكر بسيط. لان اخطر حاجة مش انك وقفت، اخطر حاجة انك تقتنع انك مش هتعرف ترجع. وافتكر ان القلب زيه زي الجسم، محتاج رعاية كل يوم. لو سبته من غير ذكر هيتعب بسرعة من هموم الدنيا، لكن لما تغذيه بالاستغفار والصلاة على النبي والحوقلة هيبقى أقوى على مواجهة أي ابتلاء أو ضغط. خلي لسانك دايما عامر بالخير، لأنك مش عارف أي ذكر هيكون سبب في راحة قلبك أو تفريج همك أو بركة في يومك. ويمكن كلمة واحدة تقولها بإخلاص تكون بداية تغيير كبير في حياتك من غير ما تشعر. الأجمل من كل ده إنك لما تداوم على الذكر هتلاقي نفسك بقيت أقرب لربنا، وأهدى مع أولادك، وأصبر مع ظروف، وأرضى بما قسمه ربنا ليك. ودي نعمة كبيرة تستحق إننا نحافظ عليها كل يوم. عارفين إيه أكتر حاجة بتضيع مننا؟ إننا بنقضي ساعات طويلة على الموبايل، نقلب في فيديو بعد فيديو، وفي الآخر نقول اليوم خلص ومفيش فايدة. طب تخيل لو جزء من الوقت ده كان لسانك فيه شغال بالاستغفار والصلاة على النبي والحوقلة، قد إيه كان هيكون رصيدك من الخير الكبير. ومش لازم يكون الذكر بصوت عالي، ممكن بينك وبين نفسك. ربنا يعلم اللي في قلبك ويعلم نيتك. المهم ان لسانك وقلبك يفضلوا متعلقين بذكره على قد ما تقدر. وفي ايام هتحس ان نفسك مش جاية للذكر، وده طبيعي. ساعتها ما تسمعش للكسلك، وقول حتى لو مرة واحدة، لان النفس لو تعودت تسيب الذكر هيبقى الرجوع اصعب. لكن لو قاومتها كل يوم حتى بكلمات قليلة
هتلاقيها بعد فترة بقت هي اللي تطلب الذكر. ولو بصيت على حياتك هتلاقي ان اكبر النعم اللي عندك كانت من غير ما تطلبها، نعمة الصحة ونعمة البيت ونعمة الاولاد ونعمة انك تصحى كل يوم. ولما تكتر من الذكر قلبك بيتعلم يشوف النعم دي ويحمد ربنا عليه بدل ما يركز بس على اللي ناقصه. كمان ما تخليش الذكر يبقى مرتبط بالمشاكل بس، يعني ما تفتكرش ربنا وقت الضيق وتنساه وقت الفرج. خليك قريب في كل الاحوال، لان القرب من ربنا مش موسم، ده اسلوب حياة. ولو عندك صحاب او اخوات او حد بتحبه شجعه على الذكر، ابعت له رسالة بسيطة او فكرة من وقت للتاني، يمكن تكون سبب انه يحافظ على لسانه عامر بذكر ربنا وتاخد اجر من غير ما تحس. واهم حاجة بلاش تحكم على حياتك من يوم او يومين، الاستمرار هو السر. كل يوم خطوة وكل يوم ذكر وكل يوم نية صادقة انك تقرب من ربنا اكتر، ومع الوقت هتبص وراك وتقول انا فعلا اتغيرت وبقيت اهدى وقلبي بقى مطمن اكتر. فخلي شعارك من النهاردة مهما كنت مشغول ومهما كانت ظروفك هيفضل لساني عمره ما ينسى الاستغفار والصلاة على النبي والحوقلة، لانهم زاد القلب وراحة النفس واجمل عادة ممكن الانسان يعيش بيها. في ناس بتقول انا مش فاضي، لكن لو حسبناها هنلاقي ان الذكر مش محتاج وقت مخصوص، هو محتاج نية بس. دقيقة وانت بتعمل الشاي، دقيقة وانت مستني الاسانسير، دقيقة قبل ما تنام. كل الدقايق دي لو اتجمعت في اخر اليوم هتلاقيك ذكرت ربنا وقت كبير من غير ما تحس. واوعى تستقل اي ذكر، يمكن الاستغفار واحد طالع من قلبك يكون اغلى من الاف الكلمات اللي بتتقال من غير حضور قلب. ربنا مش بينظر لكتر الكلام، لكن بينظر لصدق القلب واخلاص النية. وخلي دايما عندك امل حتى لو حياتك مليانة مشاكل، ما تقولش انا اتأخرت او فات الاوان. طول ما انت عايش فباب الرجوع لربنا مفتوح، وكل يوم فرصة جديدة تبدأ فيها بداية احسن من اللي قبلها. ولما تلاقي نفسك قلقان على المستقبل او خايف من بكرة او شايل هم رزقك او اولادك، بدل ما تسيب عقلك يلف في نفس الدايرة، اشغل لسانك بالاستغفار والصلاة على النبي والحوقلة. الذكر مش هيمنعك من التفكير، لكنه هيخلي تفكيرك اهدى وقلبك اقوى. وخلي بيتك دايما فيه ذكر، حتى لو كل واحد في شغله، مجرد ان البيت يتعود على الذكر هتحس ان فيه راحة وسكينة مختلفة. خلي اولادك يسمعوك وخليهم يشوفوا ان الذكر جزء طبيعي من حياتك اليومية، مش حاجة بتعملها مرة كل فترة. وما تحاولش تكون مثالي من اول يوم. لو قدرت تحافظ النهاردة على الذكر اكتر من امبارح يبقى انت ماشي في الطريق الصح. النجاح الحقيقي هو انك تكمل حتى لو بخطوات صغيرة. في عادة جميلة جدا ممكن تغير يومك كله، وهي انك كل ما تفتكر ربنا ولو للحظة ما تأجلش الذكر، لان احنا ساعات بنقول هنستغفر بعد شوية او هصلي على النبي لما افضى او بعدها ننسى. لكن لو قلت الذكر في نفس اللحظة هتلاقي نفسك مع الوقت بقيت بتذكر ربنا تلقائي. وفي ناس اول ما يحصل ليها ضيق تتوتر وتتعصب وتتكلم كلام تندم عليه بعد كده، لكن لو عودت نفسك اول رد فعل يكون الاستغفار او الحوقلة او الصلاة على النبي هتحس انك بقيت اهدى وقراراتك بقيت احسن ولسانك بقى ابعد عن الغلط. ومن الحاجات اللي بتساعد على الاستمرار انك ما تخليش يومك يعدي من غير ذكر حتى لو كان قليل، لان الشيطان بيحب الانقطاع. لكن لما يشوفك متمسك بالذكر كل يوم حتى لو بدقايق هيلاقي صعوبة انه يبعدك عنه. وكمان افتكر ان كل لحظة في حياتك ينفع تستغلها بدل ما تقف مستني او تقعد سرحان. اشغل لسانك، الذكر مش هيمنعك من شغلك، بالعكس هيخلي قلبك حاضر ومرتاح وهيخلي اليوم يعدي بهدوء اكتر. ولو حسيت انك اتغيرت وبقيت بتحب الذكر احمد ربنا على النعمة دي، لان دي نعمة كبيرة جدا مش كل الناس بيكون عندها الرغبة انها تذكر ربنا. فحافظ عليها واسأل ربنا دايما يثبتك ويعينك. وخلي عندك يقين ان كل ذكر بتقوله حتى لو محدش شايفه فهو مش بيضيع. كل كلمة خير ليها قيمة، وكل لحظة بتقضيها في الذكر هي رصيد ليك، وهي سبب في ان قلبك يفضل حي مهما كانت الدنيا حواليك مليانة انشغال. احنا بنجري طول اليوم ورا حاجات كتير، مرة ورا شغل البيت، ومرة ورا الاولاد، ومرة ورا الاكل، ومرة ورا الفلوس، ومرة ورا حل مشكلة جديدة. وفي وسط الجري ده كله بننسى الحاجة الوحيدة اللي فعلا بتريح القلب وهي ذكر ربنا. تخيل كده لو قلبك بيتكلم اكيد هيقولك انا تعبت من كتر التفكير، اديني شوية راحة. والراحة الحقيقية مش معناها ان المشاكل هتختفي، لكن معناها ان قلبك يبقى ثابت مهما حصل حواليك.
في ايام بتحس انك مخنوق من غير سبب واضح ومش طايق حد وكل كلمة بتضايقك. ساعات الحل مش انك تنام او تمسك الموبايل، لكن انك تقعد 5 دقايق لوحدك وتستغفر وتصلي على النبي وتقول الحوقلة بهدوء. هتحس ان في حمل كان على صدرك وبدأ يخف. واوعى تفتكر ان الذكر للناس الكبيرة في السن بس او للناس اللي عندها وقت. الذكر لكل واحد، للطالب وللأم وللأب وللشباب وللبنت ولكل إنسان نفسه يعيش بقلب مطمئن. ولو انتي خلي مطبخك يبقى مكان للذكر، وانتي بتقطعي الخضار استغفري، وانتي بتعملي الأكل صلي على النبي، وانتي بتغسلي المواعين قولي الحوقلة. بدل ما الشغل يبقى مجرد تعب هيبقى فيه عبادة وحسنات. وما تقولش أنا قلبي مش حاضر، لأن حضور القلب بيجي مع الاستمرار. كل ما تذكر ربنا اكتر هتلاقي قلبك بدأ يتفاعل ويخشع. لكن لو استنيت لحد ما قلبك يبقى حاضر الاول ممكن ما تبدأش اصلا. في ناس اول ما تقوم من النوم تمسك الموبايل وتفضل نص ساعة تتفرج على اخبار الناس، وبعدها تستغرب ليه اليوم بدأ بتوتر. جرب بدل ده تبدأ يومك بدقائق ذكر، وشوف الفرق بنفسك في هدوء اعصابك وطريقة تعاملك مع يومك. وبرضو قبل ما تنام بدل ما تفضل تراجع كل المشاكل اللي حصلت، اختم يومك بالاستغفار والصلاة على النبي والحوقلة. خلي آخر حاجة يطلع بيها لسانك ذكر ربنا، وأول حاجة يبدأ بيها يومك ذكر ربنا. وأهم حاجة ما تخليش الذكر يبقى مجرد عادة باللسان. حاول كل شوية تقف مع نفسك وتسأل أنا بقول الكلام ده وأنا مستحضر معناه، لأن لما القلب يحضر حتى الكلمات القليلة بيبقى ليها أثر كبير على النفس. وافتكر ان الدنيا عمرها ما هتفضل هادية على طول، هيبقى فيها ايام سهلة وايام صعبة، لكن اللي معاه الذكر معاه الزاد يقدر يكمل بيه الطريق. كل ما يتعب يرجع يذكر ربنا، وكل ما يفرح يذكر ربنا، وكل ما يحتار يذكر ربنا. ادي لنفسك فرصة اسبوع واحد بس، وحاول تخلي لسانك مشغول بالاستغفار والصلاة على النبي والحوقلة على قد ما تقدر، وهتلاحظ انك بقيت اهدى وكلامك بقى احسن وتعصبك قل ونظرتك للحياة بقت مختلفة. يمكن الظروف ما تكونش اتغيرت، لكن انت اللي هتكون اتغيرت، وده في حد ذاته نعمة كبيرة جدا. تعرفوا ايه اللي بيحصل مع الوقت لما الانسان يداوم على الاستغفار والصلاة على النبي والحوقلة؟ بيبدأ يلاحظ انه بقى بيتعامل مع المواقف بشكل مختلف. نفس المشكلة اللي كانت زمان تخليه ينهار بقى يعديها بهدوء، ونفس الكلام اللي كان يزعله بقى ما يأثرش فيه زي الأول. مش لأن حياته بقت من غير مشاكل، لكن لأن قلبه بقى أقوى. احنا ساعات بندور على السعادة في حاجات كتير، نقول لو اشتريت كذا هفرح، ولو سافرت هرتاح، ولو جبت الحاجة دي هبقى مبسوط، وبعد فترة نكتشف ان الإحساس ده راح. لكن راحة القلب عمرها ما كانت في الحاجات، راحة القلب في قربه من ربنا. وفي ناس تقول أنا ماليش نفس أذكر. طب ما هو الذكر نفسه هو اللي بيرجع للنفس نشاطها. يعني ما تستناش نفسك تبقى كويسة علشان تذكر، اذكر علشان نفسك تبقى كويسة. ولو جيت تبص على يومك هتلاقي فيه لحظات كتير ضاعت في التفكير والقلق. طب ما نستبدل جزء من الوقت ده بالذكر، بدل ما تعيد نفس المشكلة 20 مرة في دماغك. قول استغفار وصلاة على النبي وحوقلة، وسيب قلبك يهدأ شوية، وخلي عندك عادة جميلة. كل ما تسمع خبر يفرحك احمد ربنا، وكل ما تسمع خبر يضايقك استغفر وصلي على النبي وقول الحوقلة. خلي اول رد فعل منك دايما ذكر، مش شكوى ولا غضب. وكمان ما تنساش ان الذكر بيهذب اللسان. بدل ما الانسان يتعود على الغيبة او الشكوى او الكلام اللي ملوش لازمة، يتعود على كلمات كلها خير. ومع الوقت هتلاقي اسلوبك اتغير، وتعاملك مع الناس بقى اهدى واحسن. ولو حسيت انك نسيت الذكر يوم كامل ما تزعلش من نفسك، لكن ارجع في نفس اللحظة. ربنا كريم، وكل يوم بداية جديدة، وكل دقيقة تقدر تعوض فيها اللي فات. وما تقولش انا مش بعرف التزم. الالتزام بيبدأ بخطوة صغيرة، 5 دقايق كل يوم، وبعدها هتلاقي نفسك بتزود من غير ما حد يجبرك، لان قلبك هيحب الذكر وهيشتاق ليه. في حاجة لازم نفتكرها، ان الدنيا عمرها ما هتديك راحة كاملة. كل ما تخلص من مشكلة هتلاقي غيرها، وكل ما تحقق هدف هتلاقي هدف تاني. علشان كده لو ربطت راحتك ان كل حاجة تبقى مثالية هتفضل طول عمرك مستني ومش مرتاح. لكن لما تربط راحتك بذكر ربنا هتلاقي السكينة موجودة حتى وسط الزحمة والمشاكل. احنا ساعات بنصحى من النوم واحنا شايلين هم اليوم قبل ما يبدأ.
نفكر هنعمل ايه والفلوس هتكفي ولا لا، والاولاد والبيت والشغل، وكل التفكير ده بيسرق طاقتنا. جرب تبدأ يومك بذكر ربنا وبعدها ابدأ شغلك، هتحس ان قلبك اخف وانك داخل اليوم براحة اكبر. وما تستهونش بالكلمات البسيطة، كلمة استغفر الله او الصلاة على النبي او الحوقلة ممكن تقولها في ثواني، لكن اثرها على قلبك يفضل معاك وقت طويل. الذكر مش محتاج مجهود، لكنه محتاج انك تفتكر. وفي ناس بتقول انا دماغي مش بتبطل تفكير. طبيعي كلنا بنفكر، لكن خلي مع التفكير ذكر. كل ما تلاقي نفسك سرحت في هم او خوف، ارجع ولسانك يقول استغفار وصلاة على النبي وحوقلة، هتلاقي نفسك خرجت من دوامة التفكير شوية شوية. واجمل حاجة في الذكر انك تقدر تعمله في اي مكان، محدش هيمنعك، ومش محتاج تجهيز ولا وقت معين ولا مكان معين، وانت ماشي وانت قاعد وانت مستني وانت بتشتغل، الباب مفتوح في كل لحظة. ولو عايز تعرف انت قريب من الذكر ولا لا، اسأل نفسك اول لما افرح بقول ايه، واول لما ازعل بقول ايه. لو كان اول رد فعل انك هو ذكر ربنا، فدي نعمة كبيرة حافظ عليها. وخلي دايما عندك يقين ان كل مرة تذكر فيها ربنا انت بتغذي قلبك. زي ما جسمك محتاج اكل كل يوم، قلبك كمان محتاج ذكر كل يوم. ولو الجسم بيضعف من غير اكل، فالقلب كمان بيتعب لما يبعد عن الذكر. وفي وسط كل انشغالات الحياة، افتكر ان اجمل دقيقة هي الدقيقة اللي بتكون فيها قريب من ربنا. يمكن الناس كلها ما تشوفهاش، لكن ربنا يعلمها، ويعلم انك وسط تعبك ومسؤولياتك لسه بتفتكره ولسانك شغال بذكره. فخلي لنفسك ورد ثابت حتى لو بسيط، وحافظ عليه مهما كانت ظروفك. ومع الأيام هتلاقي إن الذكر بقى عادة، والعادة بقت راحة، والراحة بقت جزء من حياتك. وساعتها هتعرف إن أعظم نعمة ممكن الإنسان يعيشها هي إن قلبه يفضل متعلق بربنا في كل وقت. عارفين إيه أجمل حاجة في الاستغفار والصلاة على النبي والحوقلة؟ إنهم عبادات ما فيهاش صعوبة، أي حد يقدر يعملها، سواء غني أو فقير، صغير أو كبير، مشغول أو فاضي. يعني مفيش حد يقدر يقول أنا ما عنديش وقت، لأن الذكر ممكن يكون معاك في كل لحظة من يومك. يمكن وانت بتسمع الكلام ده تكون عندك مشكلة كبيرة أو دين أو تعب أو هم مش قادر تحكيه لحد، أو ممكن تكون حاولت مع ناس كتير وما لقيتش الراحة اللي بتدور عليها. ساعتها ما تنساش إن قلبك محتاج دايما يبقى متعلق بربنا، ومحتاج لسانه يفضل عامر بالذكر. واوعى تفتكر ان الذكر بيضيع وقتك، بالعكس، ساعات 5 دقايق ذكر يخلوا باقي اليوم كله اهدى واريح. تلاقي نفسك بتنجز اكتر، وبتتعامل مع الناس باعصاب اهدى، وبتعدي المواقف الصعبة من غير ما تنهار. في ناس بتقضي ساعة كاملة تتفرج على حاجات ملهاش اي فايدة، ولما تيجي تقول لها اقعدي 10 دقايق ذكر تقولك ما عنديش وقت. الحقيقة ان المشكلة مش في الوقت، المشكلة في اللي بنختار نملأ بيه وقتنا. ولو كل واحد فينا قرر من النهاردة انه يستبدل جزء من الكلام الكتير اللي ملوش لازمة بالاستغفار او بالصلاة على النبي او بالحوقلة، اكيد هيحس بعد فترة ان حياته بقت فيها هدوء اكتر، وان قلبه بقى اخف. وما تستناش حد يفكرك، خلي انت اللي تفتكر. كل ما تمسك موبايلك قبل ما تفتح اي تطبيق قول شوية ذكر، كل ما تشرب كوباية مية افتكر ربنا، كل ما تخلص شغل اختمه بذكر. بالطريقة دي هتلاقي يومك كله بقى مليان لحظات خير. وخلي عندك دعوة دايما تقولها من قلبك، يا رب ما تحرمنيش من لذة ذكرك. لان اجمل نعمة مش انك لسانك يقول الذكر وبس، لكن ان قلبك يحبه ويشتاق ليه. وفي النهاية الحياة سريعة جدا والايام بتجري، واحنا مش ضامنين هنعيش قد ايه. فحاول تخلي كل يوم يعدي عليك وفيه نصيب من الاستغفار، ونصيب من الصلاة على النبي، ونصيب من الحوقلة. يمكن كلمة واحدة تقولها بإخلاص تكون سبب في راحة قلبك، أو تكون سبب في خير كبير يكتبه ربنا ليك. فابدأ من دلوقتي وما تأجلش، خلي لسانك دايما عامر بالخير، وخلي قلبك متعلق بربنا، وخلي الذكر رفيقك في كل خطوة من خطوات حياتك. لأن الإنسان لما يعمر وقته بذكر الله بيكسب راحة في الدنيا وأمل في رحمة الله، ودي من أعظم المكاسب اللي ممكن يسعى ليها أي إنسان. وكده خلصنا كلامنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل ما هو جديد في القناة. وإلى اللقاء إلى فيديو جديد إن شاء الله، مع ألف سلامة.